أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء التنبيه من المستوى الأول. خلال أمسية اليوم سيخص تقريبا جل المناطق الغربية والوسطى وكذلك مناطق الجنوب الغربي حتى على الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب عن أمطار تحت وقع رعود. ستخص أمسية اليوم كل هذه المناطق حتى خلال يوم الغد. اضطراب جوي سيزداد نشاط بداية من أمسية الغد إن شاء الله. أمطار شكل زخات ستتهاطل خلال أواخر النهار على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية. الأمطار ستزداد غزارة على شكل زخات خلال الليل على وجه الساحلية الغربية والوسطى. ضباب على السواحل الشرقية خلال صبيحة الغد لتصبح الأجواء غائمة، احتمال كذلك لبعض الأمطار المتفرقة على منطقة الأوراس حتى على شمال الصحراء، منطقة الثورة ومناطق الجنوب الغربي. خلال ليلة اليوم وخاصة صبيحة الغد ننتظر 17 درجة على البيض، 20 درجة على السواحل، 23 درجة على كل من تندوف بني عباس حتى على ولاية إليزي، 24 درجة على تم راسات وبشار، 31 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى تبقى فاصلية على المناطق الشمالية، تقارب 27 درجة على وهران، 28 درجة على العاصمة، 29 درجة على بجاية، جيجلسكي، دعنبة والطرف. ترتفع إلى 37 درجة على قسنطينة كذلك بسكرة، المغير، تقرت حتى على طمنراسات، 38 درجة على إليزي وتندوف. مقاييس ما بين 43 إلى 45 درجة على أدرار، تيميمون، إن صالح، برج المختار وحتى على إنقزام. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ وجميل تقريبا على كافة السواحل، رياح ضعيفة على الواجهة الغربية والوسطى لكن معتدلة على السواحل الشرقية. أمطار على فانكوفر إن شاء الله خلال يوم الغد مع 17 درجة، كذلك مونريال مع 23 درجة، واشنطن أجواء مطرة، أمطار تحت وقع رعود من 30 درجة، أجواء مغاشاة على كل من نيويورك، ميامي كذلك كاليفورنيا مع 28 درجة، مكسيكو أجواء مشمسة مع 26 درجة، دالاس كذلك سحب سفلى كثيفة مع 29 درجة. غرب الشمس اليوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7 مساء. ولا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.